في عدو خفي انت ممكن تكون مش واخد بالك منه. عدو عايش جوه عقلك، بيتغذى على أحلامك وبيبوظ كل خططك بهدوء. العدو ده مش الكسل ولا قلة الموهبة ولا حتى نقص الفرص، لا، ده قاتل صامت وأخطر من كل ده، وهو السبب الحقيقي ورا كل مرة قلت فيها لنفسك خلاص هبدأ بكرة. عايز تعرف مين هو القاتل ده؟ والأهم، عايز تعرف إزاي تهزمه بجد؟ في الفيديو ده مش بس هنكشف لك هو مين، لا، أنا هديلك 3 أسلحة عملية ومجربة، 3 استراتيجيات بسيطة بس قوية جدا عشان تقضي عليه تماما وتبدأ تستعيد السيطرة على حياتك وتحقق أهدافك فورا. خليك معايا لأن اللي هتسمعه النهاردة صدقني ممكن يغير حياتك كلها. خلينا نكون صرحاء مع بعض. كم مرة عملت خطة جامدة في أول أسبوع أو أول شهر؟ خطة عشان تبدأ رياضة أو تتعلم لغة جديدة أو تبدأ المشروع اللي بتحلم بيه أو حتى تخلص الشغل المتراكم عليك. بتبقى متحمس جدا وتشتري كل حاجة محتاجها وبتقول لنفسك لا، المرة دي بجد هتكون مختلفة. وبعدين إيه اللي بيحصل؟ بيعدي أول يوم وتاني يوم وفجأة تلاقي نفسك غرقت في بحر من التسويف والتأجيل. الأعذار تبتدي تطلع، أنا تعبان النهاردة، الوقت مش مناسب خالص، بكرة هكون مركز أكتر. وقبل ما تاخد بالك الأسبوع بيخلص وتبص وراك تلاقي الخطة العظيمة دي كانت مجرد كلام على ورق، وانت رجعت لنقطة الصفر، بس المرة دي شايل معاك جرعة إحباط وخيبة أمل أكبر. الدوامة دي بتدمرك حرفيا، بتسرق منك أغلى حاجة عندك، وقتك، طاقتك، وثقتك في نفسك. والمشكلة إن معظم الحلول اللي بنسمعها بتبقى مجرد مسكنات مش علاج. يقولك نظم وقتك، اعمل قائمة مهام، اتحفز. كل دي نصايح كويسة بس عاملة زي ما تكون بتحط بلاستر على جرح عميق بينزف. طب ليه الحلول دي بتفشل؟ لأنها بتتجاهل السبب الأصلي. هي بتحارب التسويف اللي هو مجرد عرض للمشكلة، لكنها مش بتواجه العدو الحقيقي اللي واقف ورا كل ده. التسويف مش هو المشكلة، التسويف ده مجرد آلية هروب، انت بتهرب من حاجة أعمق. وعشان نكسب المعركة دي لازم نعرف عدونا ده ونبص في عينه مباشرة. يبقى مين هو العدو الخفي ده؟ مين القاتل الصامت لنجاحك؟ ببساطة هو مقاومة عقلك للتغيير. المصطلح ممكن يبان كبير بس فكرته بسيطة قوي. تخيل إن عقلك ده عامل زي حارس شخصي أوفر شوية. شغلته الأساسية مش إنه يخليك سعيد أو ناجح، شغلته إنه يخليك عايش وفي أمان. والأمان بالنسبة له يعني منطقة الراحة، يعني الحاجات اللي أنت متعود عليها، وإنه يبعدك عن أي حاجة ممكن تسبب لك ألم أو تعب أو فشل. فلما أنت تقرر تبدأ رياضة، عقلك مش بيشوف صحة أحسن وطاقة أعلى، لأ، هو بيشوف ألم العضلات وصعوبة الصحيان بدري واحتمال إن شكلك يبقى وحش في الجيم. لما تقرر تبدأ مشروعك، عقلك مش بيشوف الحرية المالية والإبداع، هو بيشوف خطر الفشل والخوف من المجهول واحتمال إن الناس تشوفك وإنت بتقع. المقاومة دي رد فعل بدائي عشان تحميك. هي القوة اللي بتخليك تمسك الموبايل بدل ما تبدأ في الشغلانة الصعبة. هي الصوت اللي بيقولك يا عم ريح النهاردة وابدأ بكرة. ده مش كسل، ده نظام حماية شغال غلط، بيحميك من التعب المؤقت، بس في المقابل بيسرق منك نجاح ومتعة الإنجاز على المدى الطويل. صدقني، كل عادة سيئة وكل مرة بتسوف فيها هي في الحقيقة استسلام للمقاومة دي. والنهاردة احنا هنكسر السلسلة دي. دلوقتي عرفنا عدونا، جه وقت التسليح. المعرفة لوحدها مش كفاية، لازم تاخد أكشن. هديلك دلوقتي 3 أسلحة بسيطة وفعالة أي حد فينا يقدر يستخدمها عشان يهزم المقاومة دي ويبدأ يمسك زمام الأمور تاني. أصعب حتة في أي مهمة هي البداية. المقاومة بتبقى في أقوى حالاتها قبل ما تبدأ بثانية. قاعدة الدقيقتين هي سلاحك عشان تدمر الحاجز ده. القاعدة بسيطة جدا، أي مهمة أنت مأجلها اجبر نفسك تعملها لمدة دقيقتين بس. عايز تقرأ كتاب؟ افتح الكتاب واقرأ صفحة واحدة. عايز تلعب رياضة؟ البس لبس الرياضة واعمل تمرين ضغط واحد. عايز تنظف أوضتك؟ رتب حاجة واحدة بس. طب ليه القاعدة دي سحرية كده؟ لسببين. أولا، أنت بتضحك على عقلك جدا على المقاومة تطلع لك عذر عشان ما تعملش حاجة لمدة دقيقتين. دي مهمة صغيرة قوي
ومش بتهدد منطقة الراحة، فعقلك بيعديها لك. ثانياً، انت بتستغل قانون فيزيائي، الجسم المتحرك بيفضل متحرك. مجرد ما تبدأ حتى لو بداية صغيرة، انت كسرت حاجز الخمول، وفي أغلب الأوقات هتلاقي نفسك كملت ال5 دقايق وبعدين 10، وممكن تخلص المهمة كلها. وحتى لو وقفت بعد دقيقتين فانت كسبت، انت أثبت لنفسك انك تقدر تبدأ، وده في حد ذاته بيبني ثقة لليوم اللي بعده. عقلك الحارس بتاعك ده بيتحرك بحاجتين: يهرب من الألم ويدور على المتعة. حاليا هو متبرمج إن الشغل مؤلم والراحة ممتعة. مهمتنا بقى إننا نعكس الآية. لازم نعلم عقلنا ونخليه يربط ألم فظيع بالتسويف والكسل، ويربط متعة رهيبة بالإنجاز والتقدم. تعمل ده إزاي؟ بتمرين بسيط بس قوي جدا. اقعد في مكان هادي لمدة 10 دقايق واعمل اللي هقولك عليه ده. أولا، فكر بجد وبكل قوتك في تمن التسويف. مش تفكير سطحي، لأ، تعمق. اسأل نفسك: لو فضلت كده سنة، 5 سنين، 10 سنين، حياتي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تخيل الألم بوضوح، تخيل الفرص اللي ضاعت، الأحلام اللي ماتت، واحترامك لنفسك وهو بيتاكل يوم ورا يوم. خلي الألم ده حقيقي جوه عقلك. ثانيا، اعمل العكس. تخيل حياتك لو بدأت النهاردة تاخد خطوات صغيرة وثابتة. تخيل إحساس الفخر بعد ما تخلص أول مهمة. تخيل الثقة اللي هتكبر جواك مع كل خطوة. تخيل حياتك بعد سنة، 5، 10 من الالتزام. تخيل الحرية والإنجاز واحترامك لنفسك وهو في السماء. لما تكرر التمرين ده، انت بتعيد تشكيل مخك. عقلك هيبدأ يفهم ان الألم الحقيقي مش في الشغل، الألم الحقيقي في عدم الشغل، وان المتعة الحقيقية مش في الراحة المؤقتة، دي في الرضا اللي بتحس بيه بعد الإنجاز. المقاومة بتحب البيئة المليانة مشتتات. كل إشعار من موبايلك، كل صفحة مفتوحة منهاش لازمة، كل كركبة على مكتبك، دي دعوة للمقاومة عشان تسيطر عليك. لو عايز تدي لنفسك فرصة بجد، لازم تكون انت مهندس البيئة بتاعتك. المهمة بسيطة: خلي العادة الصح سهلة على قد ما تقدر، وخلي العادة الغلط صعبة على قد ما تقدر. عايز تقرأ أكتر؟ ما تشيلش الكتاب في المكتبة لأ، حطه على مخدتك عشان يبقى أول حاجة تشوفها الصبح وآخر حاجة تشوفها بالليل. عايز تبطل تمسك الموبايل؟ ما تعتمدش على قوة إرادتك بس. امسح ابليكيشنز السوشيال ميديا اللي بتسرق وقتك، أو على الأقل حطها في فولدر بعيد. وانت شغال، حط الموبايل في أوضة تانية أو اعمله وضع طيران. عايز تركز في شغلك؟ نظف مكتبك، ما تخليش عليه غير الحاجات اللي محتاجها وبس. البيئة النظيفة بتعمل صفاء ذهني، بتشجعك تركز. كل خطوة بتصعب بيها العادة الغلط، وكل خطوة بتسهل بيها العادة الصح، دي بتخلي النجاح هو الاختيار الأسهل ليك. انت مش بتحارب بقوة إرادتك بس، انت بتبني نظام وحصن بيدعمك. يبقى قاتل الصامت اللي كان بيبوظ أحلامك هو مقاومة عقلك للتغيير. والنهاردة انت معاك 3 أسلحة فتاكة عشان تقضي عليه: قاعدة الدقيقتين عشان تكسر حاجز البداية، إعادة برمجة العقل عشان تربط الألم بالكسل والمتعة بالإنجاز وتخلي عقلك في صفك، هيئ بيئتك للنجاح عشان تخلي النجاح هو الطبيعي بتاعك. المعركة دي مش معركة يوم واحد، ده التزام كل يوم. أكيد هيجي أيام وهتقع، وده طبيعي جدا. ما تجلدش ذاتك، خليك حنين على نفسك، اتعلم من اللي حصل وقوم تاني يوم. المهم مش إنك ما تقعش، المهم إنك تقوم كل مرة تقع فيها. ما تستناش الظروف المثالية لأنها عمرها ما هتيجي. اللحظة المناسبة هي دلوقتي، القرار في إيدك أنت. ابدأ النهاردة بخطوة واحدة صغيرة. اختار سلاح واحد من دول وطبقه على أصغر هدف عندك. افتكر بكرة هتقول: الحمد لله إني بدأت امبارح. أنت أقوى من مقاومتك، وأحلامك تستاهل إنك تحارب عشانها. لو الفيديو ده فادك بجد، دوس على زرار اللايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد يساعدك تبني أحسن نسخة من نفسك. والأهم بقى، شاركني في التعليقات دلوقتي إيه أول خطوة هتبدأ بيها النهاردة بقاعدة الدقيقتين. عايز أشوف التزاماتكم، وأشوفك الفيديو اللي جاي.